السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه، أخباركم إيه؟ أتمنى إن تكونوا بخير. باعتذر عن امبارح، أنا المفروض كان امبارح كنت قُلت لكم إن في podcast هيبقى مع مصطفى. إحنا فعلًا سجّلناه ولكن أنا ما نزّلتوش لظروفٍ صحية يعني ما قدرتش. فهينزل إن شاء الله ممكن على يوم الأحد أو الإتنين، ولكن طبعًا هيبقى مش updated بما إنه كان في كلام كتير عن النهارده، يوم النهارده كالدوري الإنجليزي. بس في البداية كده بس أنا عايز أتكلّم على حاجتين. أنا ما كنتش باحب دايمًا إن أنا أتكلّم عن الكورة المصرية أو إن أنا أتكلّم على الأجواء في الكورة المصرية خلال الفترة اللي فاتت أو الحاجات دي كلّها، ولكن آمم كماتش زي النهارده ماتش الأهلي وبيراميدز كان الواحد لازم يتكلّم عليه. وبما إنّي أهلاوي حابب أقول كلمتين بس على إدارة النادي الأهلي أن تُقيل كولر في أسرع وقت. كولر لا يصلح إن هو يبقى ويكمّل مدرب للنادي الأهلي، لا شكل ولا أداء ولا لياقة بدنية ولا إعداد ذهني ولا إعداد بدني ولا تكتيك في الملعب، تغييرات غلط، أسلوب إدارة للماتش غلط، كل حاجة غلط لغلط لغلط. والجول بتاع التعادل اللي جه بتاع الأهلي ده مجهود فردي بحت. بس عشان إيه الناس اللي هتطلع تطبل وتقول لأ أصل كولر ومش كولر، كولر مع الأهلي حلو أوي لحد كده، شكرًا، توكل على الله، ولازم يبقى في البديل حالًا. التغييرات كلها غلط، مراكز وتوزيع لعيبة غلط، خطة وإدارة الماتش غلط، كل حاجة في الماتش غلط. أنت بتلعب من الدقيقة حاجة و60 وأنت متفوق بلاعب على بيراميدز، ورغم كده أنت بتلعب كأنك 11 ضد 11. حاجة يعني الصراحة سيئة للغاية، تمام، دي أول نقطة. النقطة التانية إنك تغيّر بعد ما حصلت عندك إصابات بسبب إصابة كريم دبيس وإصابة يحيى عطية الله، وتودّي محمد هاني تاخد الباك رايت تودّيه باك ليفت، وتاخد واحد من نُص الملعب تودّيه باك رايت، وبعد كده تفضّي نُص الملعب خالص بإنك تخرّج مروان عطية عشان قُلت أنا بقيت طرد، وبعد كده تغيّر الوينجين بتوعك سواء حسين الشحات أو أشرف بن شرقي، وتنزّل جراديشار والكلام ده كلّه وأنت بتلعب المنظومة دي. أنا شايف إن أنت ده كان اسمه عك. ليه بقى كان اسمه عك؟ لإن أنت ببساطة كنت ممكن تعمل حاجة تانية خالص، تغيّر الطريقة إنك تلعب ب3 دفاع، بس في الحقيقة هُم مش هيبقوا 3 دفاع، يعني تودّي رامي ربيعة يترحّل هو يلعب كإنه باك ليفت، وأشرف داري في وسط قلب الدفاع، ومحمد هاني باك رايت زي ما هو، وهتنزّل واحد زي قفشة، تمام، مكان كريم الدبيس اللي يلعب لك في نُص الملعب، وتبدأ تضغط ب2 نُص الملعب هجوميين سواء إمام عاشور أو قفشة، من قدّامهم الاتنين أشرف بن شرقي وحسين الشحات وجراديشار. بعد كده لقيت نفسك أنا عايز أنزّل فيرود تاني، أطلّع واحد تاني منين بقى، من وسط الملعب اللي هو مروان عطية، وانزّل جراديشار وارجّع إمام عاشور هو اللي يلعب نُص ملعب رقم 6 قدّامه قفشة وجراديشار، واكمّل بنفس الطريقة. لكن اللي أنت عملته ده كارثة. أنت فضّيت الوينجين، ودّيت الباك رايت باك ليفت، خلّيته يلعب مش في مكانه، فأنت فقدت الباك رايت أصلًا وفقدت الباك ليفت. فقدت الوينجين، فأنت قُمت عامل حاجة بقى كمان خالص في الآخر خالص بعد كل العك ده، أنت ودّيت كُلّه قدّام هجوم، وقُمت مطلّع اللاعب اللي هو المفروض يأمِّن لك وسط الملعب زي مروان عطية، تمام، وقُمت منزّل مكانه جراديشار، فبقى نُص الملعب بتاعك مفتوح بسم الله ما شاء الله، زي الفل. الكورة راحت عليك، الكورة اللي بتاعة الشيبي شاطها اللي الشناوي يسأل عليها وما حدش يقول لي الشناوي ما يسألش عليها، كورة جاية من زاوية وفي زاوية الشناوي. إيده بقى إيه خاف يمد إيده شوية، لأ، الكورة في زاويته والشناوي يُسأل عليها، عشان بس إيه، أنا مش هاقعد أطبّل لحد، وأنا أصلًا الأهلي أنا قرفان منّه بقى لي كتير وما كنتش باتكلّم عليه. الأهلي من سياسات كتير غلط أنا قرفان منّه، من ساعة ماتش حوار انسحابه قدّام الزمالك اللي أنا مش شايف له أي مُبرر، إنّك أنت كنت تنسحب قدّام الزمالك بالفريق بتاعه ده، اللي أنت تقدر تنزل تلعب قدّامه وتكسبه score، تمام. فمن البداية بقى من أخطاء بقى من الإدارة والجهاز الفني وحاجات في اللعيبة كتير أوي من الكلام ده كلّه. فنيجي يدخل فيك جول وبعد كده بتتعادل بكورة مجهود فردي. فعشان بس يا جماعة بس الواحد الله يبارك لكم الواحد بقى سِنُّه كبير وبقى تعبان،
وما بقاش يستحمل القرف اللي هو بيشوفه من النادي الأهلي ده خالص. كولر شكرًا، مع السلامة، بس. أكتر من كده اللي هيخش بقى كمان يا جماعة بس في البداية، اللي هيخش يتكلم معايا ويقول لي أصل وفصل، ما تتكلمش معايا في الكورة في الحوار ده. ما حدش يحاول يحلل لي الموقف إن كولر تمام وإن الأهلي كان وبتاع. أنت معاك فريق تخش بيه تكسب وأنت قاعد حاطط رجل على رجل. ما فيهاش كلام بقى تاني بقى، شغل العك اللي أنت كنت بتعمله قبل كده ده، لأ خلاص بقى. فكفاية أوي المنظر ده. أنت لو رُحت كأس العالم للأندية لأ ما تروحش أحسن، والله ما تروح أحسن، بالمنظر ده ما تروحش. فكولر إدارة النادي الأهلي شكرًا، كفاية لحد كده. ده بالنسبة لجزء الكرة المصرية وأنا مش هاتكلم فيه تاني. الجزء التاني سريعًا، بالنسبة للدوري الإنجليزي النهارده أرسنال تعادل مع برنتفورد، وده بيدّي ليفربول أفضلية إن هو يلعب إن شاء الله ال3 ماتشات اللي جايين اللي هم ويست هام، ليستر وتوتنهام، يقدر يكسبهم. هم 2 على أرضه، ويست هام وتوتنهام على أرضه، ومن بينهم ليستر سيتي برّه أرضه. كسب ال3 ماتشات، شكرًا الدوري بتاع ليفربول. حلو كده؟ فأتمنى برضه بعد تجديد عقد محمد صلاح، والأخبار إن خلاص إن شاء الله قريبًا تجديد عقد فيرجيل فان دايك، إن الشباب بقى إيه تسترجل ونلعب برجولة ونبطّل إيه لا مؤاخذة ونكسب إن شاء الله. تمام. ده بالنسبة للجزء التاني بتاع ليفربول. الجزء الأخير باعزّكم، أنا آسف إن أنا باتكلم النهارده والفيديو هيبقى قصير شوية لإني فعلًا تعبان. البودكاست هينزل مع مصطفى، كان في كلام كتير أوي عن كذا حاجة وفي منهم انتقالات والكلام ده كله. فإن شاء الله هينزل، لو ما نزلش بُكرة هيبقى يوم الإتنين إن شاء الله. و هيبقى في كلام عن اللي كنا بنتكلم فيه خلال الأسبوع ده. ممكن يبقى في حاجات طبعًا حصلت زي النهارده الماتشات وكده، ولكن يعني هيبقى في تكملة لتاني ماتشات بُكرة وماتشات الChampions League وماتشات يوم الأربع ما بين ماتش نيوكاسل وكريستال بالاس. ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. أنا لمّا باقول للناس ما تتناقشش معايا في موضوع كولر، لإن موضوع كولر ده خارج النقاش، وما أعتقدش إن في واحد أهلاوي فعلًا هيتكلم ويقول إن كولر ما زال عنده credit إن هو لسه يكمّل في النادي الأهلي. عشان كده باقول ما حدش يتكلم في النقطة دي. لو حد عنده رأي تاني يا ريت يقوله لنا كده ويورّينا ويشرح لنا رأيه إيه إن هو كولر يكمّل. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.